ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في احسن صحة واحسن حال. يلا نعمل صينية جلاش كده مع بعض، سهلة وسريعة مش هتاخد وقت خالص، وشكلها زي ما انتوا شايفين كده وطعمها يجنن. حلوة قوي، من احب الاكلات لقلبي صينية الجلاش دي، وسهلة وسريعة كده. انا بحب اي حاجة سهلة اقوم اعملها كده على طول وتخلص واكلها ويبقى طعمها في منتهى الجمال. هعملها بنص لفة جلاش، انا نص اللفة دي، التاني كنت واخداه وعملت معاكم الجلاش بكاسترد. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، ادخلوا شوفوه، برضو سهل وسريع جدا وشكل جديد كده. هو الشكل ده ترندي قوي اليومين دول. انا عندي نص لفة جلاش فهعمل صينية صغيرة. اعمل صينية صغيرة بحيث ان انا الطبقات بتاعتي ما تبقاش رفيعة، يعني عايزة قطعة الجلاش كده تبقى ماسكة نفسها. واجيب اصغر صينية عندي كده واحطها وابتدي ان انا اشكل الجلاش عليها. يعني هقطع كده جلاش، احط الصينية على الجلاش واقطع بحيث ان ان انا اسويها. طيب واللي هيطلع ده هعمل فيه ايه؟ اكيد مش هرميه، هستخدمه برضو. عايزه اقول لكم صينيه الجلاش دي قمت عملتها بالظبط في 3 دقايق. حروف الجلاش اللي طلعت معايا دي هقطعها بحيث ان هي تبقى على قد الصينيه من جوه. انا هحطها في نص طبقات الجلاش. مسكتها كده وحطيتها، لقيت ان هي هتبقى كبيره على الصينيه فقسمتها نصين. هاخدهم برضو هحتفظ بيهم. انا حطاهم نص في النص كده ما بين الطبقه اللي طلعتها في الاول والطبقه التانية، وده برضو هيكون شكلهم جوه الصينيه. رقات الجلاش المتساويه اللي قد الصينيه بالظبط اللي شكلها حلو دي هحطها تحت. اول كام طبقه كده حطيتهم تحت، وفي النص هقسم كده اللي اتهدر من الجلاش ده، وهبتدي ان انا اوزعه كده على الصينيه كلها بحيث ان ما تبقاش في حته عاليه وحته واطيه. وبكده انا اكون اخدت نص لفه الجلاش. تمام. هجيب بقى، انا عندك مكسرات، عندك مهلبيه، عايزه تعمليها ساده، بصي في تلك الاحوال الصينيه دي يعني بتدخل القلب كده على طول بكل حاجاتها بمحتوياتها باي حاجه انت حاشياها بيها، حتى لو ساده بتبقى في منتهى الجمال برضو. انا المره دي هحط زبيب وهحط سوداني، هحطهم الاتنين كده مع بعض في كيس. ليه هحطها في كيس؟ عشان عايزه انا ممكن احطه سليم زي ما هو، بس انا عايزه لا اكسره شويه كده بحيث ان ما يبقاش ناشف قوي كده واحنا بناكله. لما يكون صغير كده هيبقى سهل المضغ. بايد الهون العاديه جدا او بظهر سكينه، ممكن كمان تطحنيه في المطحنه بتاعه التوابل، بس على يعني هو الهون كده بيقضي الغرض يعني، وبرده ما نبهدلش مواعين كتير، احنا عايزين نعمل حاجه سهله وسريعه. كسرتهم كده شوية، يعني أنا ما فتفتهمش، يعني هما مش زي البودر، لأ هم بقى زي مجروش كده، زي السوداني كده اللي بيكون متكسر، مش لكن مش الحباية سليمة. هاخد باقي حروف الجلاش اللي انا طلعتها وهبتدي برضو ان انا اسويها كده على الصينيه كلها، وبعدين هاخد اخر الطبقات المتساويه دي، يعني دي الطبقات المتساويه عايزه يبقى شكلها حلو كده، تبقى احطها من فوق. واللي زيها يعني الطبقات اللي طلعت زيها ومتساويه دي انا حطيتها تحت في الارضيه بحيث ان هي تبقى ماسكه، ولما اجي امسك كده قطعه الجلاش ما يقعش منها حاجه او تبقى متقطعه وكده. في نفس الوقت اللي في النص جوه دولت يعني مش هيبانوا خالص، وفي نفس الوقت بيبقى طعمهم حلو ويكونوا مورقين. وما تقلقوش يعني، اعملوها بس وجربوها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. طيب انا دلوقتي ما حطيتش سمنه نهائي، هعمل ايه؟ الاول هقطعها بحيث ان يبقى شكلها حلو، لان انا لو حطيت السمنه وبعد كده ابتديت ان انا اقطعها اول راق كده هيتبهدل وهيلزق في ايدي وهيبتدي ان هو يتقطع. فانا حطيت كل الطبقات كده على بعض، والحشوه اي حشوه انا عايزاها حطيتها، وهقطعها بالشكل اللي انا عايزاه. وبعد ما اخلص خالص انا جايبه بقى حوالي كده، يعني بصوا الصينيه دي حوالي اخدت اقل من ربع كوبايه سمنه، متاخدش سمنه كتير وفي نفس الوقت بتطلع مورقه وطعمها حلو وخفيفه كده. بصوا اقل من ربع بكتير، يعني انتوا ممكن نص الربع. دي صينيه صغيره، وانا بقى حطيت كده السمنه على الوش. السمنه دي ببتدي ان انا اوزعها كده زي ما انتوا شايفين، هتنزل تحت في قعر الصينيه، هتنزل وهتخش ما بين الرقات. انا بعد ما قطعتها حطيت السمنه، فالتقطيعه اللي انا عاملاها دي اللي هي التمانيات والسبعات دي هيدخل من جواها سمنه، والسمنه كده هتتغلغل جوه الجلاش. انا بوريكم ان بصوا السمنه بتنزل في الجناب ازاي. شغلت الفرن قبل ما اشتغل كده في صينيه الجلاش او ابدا فيها، دخلتها بقى الفرن على درجه حراره 220 240، يعني عادي تبقى النار عاليه مش مشكله. اول ما ابتدت تاخد لون كده من تحت، احلى حاجه في الصواني البايركس دي ان انتي بتشوفي هي خدت لون من تحت ولا لا. طيب لو ما عندكيش البايركس تعرفي ازاي؟ هتلاقي الحروف كده بدأت تلون، اطفي عليها بقى كده من تحت وشغلي الشوايه تاخد كده اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. لما تشغلي الشوايه خليكي واقفه جنبها، لان هي بتاخد لون في ثواني، يعني ما بتكملش دقيقه وبتكون جاهزه. قعدت في الفرن حوالي 25 دقيقه. انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، حطيت نص كوبايه سكر عليها نص كوبايه ميه عليها شريحه ليمون ورفعتها على النار. اول ما غلت معايا وطيت عليها سبتها 3 دقايق على النار، وبعدين طفيت النار وسبتها تبرد تماما. الجلاش لسه طالع من الفرن، سقيته بالشربات البارد.
وفي نفس الوقت مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. سقيته كده بيها. انا عامله نص كوبايه سكر بس لان الصينيه بتاعتي صغيره. هوريها لكم دلوقتي من جوه ازاي مورقه والسمنه داخله في كل طبقات الجلاش. زينت الوش كده بشويه من الحشوه اللي انا عملتها، بس اديتهم خبطتين كده اكتر. يعني بعد ما حشيت اديتهم برضو خبطتين كده بحيث ان هم ينعموا اكتر، لان انا هزين بيهم الوش فمش عايزاهم تبقى قطع كبيره. اظن صينيه الجلاش دي بتتكلم عن نفسها، طعمها حلو جدا. تعالوا بقى اسمعوا معايا كده القرمشه. انا قاعده باكلها دلوقتي وانا بسجل لكم الفيديو. طعمه حلو جدا، جربوه. كده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. لو استفدتم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد. والسلام عليكم.